ولذلك الإمام علي وقت اللي حكي ببعض أمور الغيب وقال له هذاك من بني كلب، قال له يا أمير المؤمنين إنك تتحدث بالغيب، قال له يا أخا كلب، هو علم من ذي علم علمني إياه رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا بتعلمه من النبي، أنا مدينة العلم وعلي لا خلق. علي المن علمت جبريل، علي المن علمت بعد شوية الله، علي المن خلقت الله بعد شوية. هيك صرنا، هيك صرنا. علي اللي طلع يونس من بطن الحوت، وعلي اللي نزل الغيث من السماء، وعلي اللي أدار الكون، وعلي اللي خلقنا، وعلي اللي صورنا، وعلي اللي ما بعرف مين كمش سفينة نوح، وعلي اللي هذا كفر حرام، ما بيقبل علي بن أبي. شو معنى قول علي عليه السلام هلك في اثنان محب غال ومبغض قال؟ عنهم غالي. علي ما بيقبل هيك. عبد الله ابن سبأ وجماعته اجوا قال له لعلي بن ابي طالب، قالوا له يا ربنا، امام على المنبر، قال له ما تقول؟ قال له انت ربي. هلا بيجي بيضحك يقول لك شيخنا معقولة انت ما بتفهمش شو معنات ربي؟ ما مثل رب البيت. بالله الامام بيجي بيقول لهم اني رب الارض والله رب السماء، يعني عم بيقول لهم اني رب الارض مثل ما انت رب البيت. امام بيحكي هيك، انا اذا بسمع الامام عم بيحكي هيك بطلع اعترف بامامته. بطل اعترف بامامته لانه مش متواضع وقت اللي بيقول لي اني رب الارض. اذا بشوف عالم اني عم يمدح نفسه ببطل احترمه. لا تزكوا أنفسكم، لا أحد يزكى على الله، الله يزكي من يشاء. مو أنا بزكي نفسي. المزكي والمادح لنفسه شيطان، وحاشا للأئمة أن يمتدحوا أنفسهم بهذا الشكل أو يقولوا إحنا أرباب. الإمام الصادق يقول من قال أننا أرباب فقد كفر. رواية صحيحة، بس مشكلتنا هاي الروايات ما خصنا فيها، ما خصنا، بس عندنا روايات دار القمر، طلع الكون، نزل ما بعرف شو، فاضل الطوفان، هو مسك كل شيء. وين الله؟ الله وين؟ دلوني. الله اللي بيقول وبيده مقاليد السماوات والأرض، بيده. ما قال بيدي علي، قال بإيدي أنا. أحب علي يقول بيدي علي، بس ما آخر شيء بنطلع نحن وهابية ما بنفهمش، وهن اللي بيفهموا دين. هاي قرآن والله مش قرآن؟ قرآن. اما ما بنؤمن بالقرآن يا اخي، يقولوا هالقرآن محرف وخلصونا. قولوا هذا القرآن